حياكم الله مشاهدينا الكرام. مقالبنا اليوم فيها أسد وفيها 4 أشخاص، أولهم صاحبنا جاسم راكان وكبير مشجعي منتخب الإمارات الوطني خالد حرية، والمشجع فهد المنصوري الملقب بفالودة، ولاعب المنتخب المغربي أيضا نبيل الداودي. خلونا نشوف مشاهدينا الكرام منو من ال4 أشخاص طلع الأسد. أنا شخصيا أعتقد أن خالد حرية هو اللي طلع الأسد، وبعد ما نشوف إن شاء الله المقالب برجع لكم للتوضيح، ومن ثم أيضا لرسالة لكل مشاهدينا الكرام. بعدنا زين، بس خلينا نسوي تيست عشان الأصوات. الاسد بعد الاسد وداه وراء لانه اول ما دش قال والله هذا معصب هو معصب بعد. ها اذا معصب بعد شو فائدتنا؟ سو تيست سو. يقول الاسد معصب. خليني اكلم ابو محمد. كل الرياضيين زين يعني الصح عقب هو شوف هو يكتب يقول شو نقول له؟ نقول له عن حياته، يقول انا انت كنت تلعب، انا كنت العب كذا وكنت بعد اقول له روح يا ريال. والله العظيم صدقني بيشوتهم شوتهم ياسين حتى طبب لا حط على ظهرك زوج على كتافك. لا يا عبد الله. انا بخاف من الكلب يطلع لي اسد. سلام هذا المغلب فيه انا. والله فيكم خير. وعدكم صاحب. ولا احسن كل ما كان مجلس شو اسمه معسع واحد ياخذ راحته فيه. طبعا ما شاء الله الله ينعم عليك يا رجال. اهلا وسهلا فيكم. حياك الله يا ابو محمد. انت هاي ما تقدرها. حيا الله ابو محمد. الحمام كرمك الله داخل. نعم اي نعم ابوي. ايه الحمام هنا على اذنك شوي بكلم ريال بس. الله يطول عمرك. اسمح لي يعني. اسف انا اخذ من وقتك. شكرا حتى ما شاء براكان. لا حبيبي براكان حبيبي عشان ما منذر. صل على النبي. منذر. صل على النبي. قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. صل على النبي. اللهم صل على محمد. صل على النبي. ذكروا الله. لا اله الا الله. قولوا لا اله الا الله. لا اله الا الله. لا حول. عطري بابا. اي سير لا صبر. استريح تعال عسى ما شاء. طلعوا لا اله الا الله. طلعوا خلاص ما مشى. هدي في شيء ما في صار شيء ان شاء الله. يا جماعه. نعم اخوي. محمد ما صار شيء محمد هدي. لا صلوا. طبعا هي عباره عن بروموشن ضخم في كل مشاهير الرياضه. خلصنا ويا ناس وايدين. بتجلس بهاي الطريقه زين بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين مؤسسة دبي للإعلام، كل عام وانتم طيبين. أقدمكم بنفسي فهد المنصوري الملقب بفالودة. طبعا أحب أنصح أخواني الشبان أنهم يبتعدون عن التدخين
تبتعدوا عن الاشياء المضره بالصحه، عن المخدرات. طبعا الله لا يبلينا من هالاشياء والله يكون في عونكم. شت! لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا يا جماعه، لا. شت! لا شيل عشان اتأخرنا عليك شوية بالأكل تقوم تعمل الهيصة دي. شيلها لا تحرك. اوريكم لا. بيتك يا شيخ. لا شيلها والله شيلها. أنا مش فاهم إزاي يحط الحيوانات المتوحشة دي جنب الأرانب الرقيقة دي. تعبوا علي ولا قاعد. السلام عليكم. الله يقرعك. ده جاي لي انا بقى. تعال بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين مؤسسة دبي للإعلام، رحب بكم وكل عام وانتم بخير. معكم نبيل الداودي لاعب نادي الإمارات. أتمنى للشباب أنهم يبتعدون عن المخدرات ويبتعدون عن التدخين، وعلى السائقين يعني الالتزام بقوانين السير وما يفرطون في السرعة وربط الحزام تاع الأمان، وكل عام وانتم بألف خير. منذر شو هذا منذر اسد. شو جايبين لنا اسد هنا؟ انا يطلع لي اسد، ده انا بخاف من الكلب. يطلع لي اسد. شو تعال اخي؟ لا شو يتصور وين؟ لا ما تصور معي خلاص شو يتصور معي؟ تصور بي انا غزال يتصور بي انا. يا منذر انا ابغى اسوي له دعايه. يا اخي دعايه جيب له ارنب، جيب له يسي. شو جايب له انت؟ شو لاعب نادي الامارات؟ شو هذا لاعب؟ انت جايب له قط بتاع نادي الامارات، مش لاعب نادي الامارات. تعال يا كابتن. لا شو تعال طلعوا برا بعدين تعال. شو تعال؟ الله يخليك. تعال يا كابتن على ضمانتي. لا اوكي على ضمانتي يا اخي. انتم عايشين معاهم متربين. على ضمانتي يا كابتن. تعال يا كابتن على ضمانتي جثتي يا شيخ. الله يخليك. قول جثتك. الله يخليك. على ضمانتي يا كابتن. على ضمانتي منذر على ضمانتي. منذر الله يخليك. طلعوا هذا برا. مرحبا كابتن. لا شو مرحبا يا اخي. شو طلعوا برا وبعدين مرحبا. والله على ضمانتي. على ضمانتي. شو انا ضمنتك يا اخي؟ لا تبدا تضحكنا. لا يا اخي. خلاص شو لا اخاف؟ لا خلاص والله ودي. شو يا اخي؟ يا اخي حتى لو تكون تضحكوا معي ما تضحكوا معي. خلاص طلعوا برا. لا خلاص يا اخي اطلع برا. خلاص يا اخي انا كنت اشوف بس التلفزيون الحين طالع لي صح. خلاص لا خلاص الله يخليك طلع برا. لا خلاص قول له خلاص. يعني بيخليني انا ما بياكل. لا انتم متربين معنا مو لا متربين. متربيين. شوفنا راقدين فراش واحد وياه. يا اخي انتم بعد ما شفنا المواقف لتوضيح سريع مشاهدينا الكرام ورسالة، بعد ما جاهر في أكثر من مرة بأن من الصعب على أي شخص يرجع ويصيده في برامج الكاميرا الخفية ومقالبها، قررنا إعداد هذه الخطة المحكمة لكبير مشجعي منتخب الإمارات الوطني خالد حرية، حيث قمنا بإحضار أسد. نعم أسد، وقمنا بإدخاله في إحدى الغرف المجاورة للمكان اللي كان من المفترض أن نتغدى فيه أنا وحرية وبراكان والمشجع فهد المنصوري الملقب بفالودة ولاعب المنتخب المغربي نبيل الداودي. وبصراحة أنا وفريق العمل اتفقنا أن نجري مقالب في كل المذكورين أعلى، ابتداء من براكان اللي كان جاي للمكان وخايف وصولا للداودي. والتوضيح مشاهدينا الكرام أن بعد ما طرحنا فكرة إشراك الأسد اللي شفناه في الموقف، حرصنا على وجود مدربه وطبيبه البيطري الخاص وحتى الاستاف الخاص بحماية المكان والمكون من 30 شخص، وتم إعطاء الأسد نسبة تخدير تقدر ب30% تقريبا، وبعد التأكد من أن هذا الأسد مخلوع المخالب وجهز بشكل آمن للمشاركة في التصوير وأنه لن يتسبب في أي خطورة على حياة الموجودين في المكان، قررنا أن نبدأ التصوير.
هذه كانت أو هذا كان التوضيح مشاهدينا الكرام. أما الرسالة فإننا ننوه وننصح الجميع بعدم العبث واللعب مع الحيوانات المفترسة دون أخذ كامل الاحتياطات من قبل الجهات المعنية والمختصة في هذا الجانب حفاظا على سلامتكم. لذا وجب التنويه مشاهدينا الكرام. أوقات سعيدة أتمناها لكم في باقي فقرات السمسار إن شاء الله في قادم الأيام. دمتم بخير. ياكم براكان وعدكم صعب والله، وعدكم صعب، وعدكم صعب. لا 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 تاكل عياله. ابطل لك الماء يعطيك اللينكس. مش وجهك. هدي 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 هدي. حسبي الله عليك يا منذر. انا بطالعه بس في التلفزيون الحين طالع لي صح. سلام سلام سلام. انا واسد مره واحده دمعت عيني الصراحه، دمعت عينك من الخوف؟ من الخوف ومن الفرح. هذا ما بصل، هذا ثور. اكبر عبار ودخل. اولا نجم، عارف؟ والنجوم لازم يشوفون مثلهم نجم. وانتم تاكلون الاسود تاكلون النجوم. لا لا والله انه فالود عود هذا. قلبي يدق. اخوان المشاهدين، طبعا اسمحوا لي على هاي الدمعات الحلوه، يعني نستمتع معاكم بشهر رمضان الكريم. تابعونا في رمضان ان شاء الله في برنامج السمسار 2 مع براكان ومنذر. وكل عام وانتم بالف خير. مع منذر وبراكان.